من أهم الحاجات اللي موجودة في حياتنا العلاقات هي اللي بتبني وهي اللي بتكون مؤثرة في حياتك على المدى القريب أو على المدى البعيد. طب إزاي؟ أنا مش فاهم. تعالى أقولك على حاجة. لو أنا دايما بقعد مع الناس بتقرا، هيبقى هدفي الأول اللي أنا عايز أعمل زيهم، أو اللي أنا غصب عني مع مشاهدتي ليهم وهم بيعملوا حاجة معينة ببتدي أقلدهم. قاعد مع ناس ما بتتكلمش غير في الرياضة، أنا ببتدي ألعب رياضة زيهم، ببتدي أعمل حاجة زيهم. انا عايز اقول لك على مثل حي انا كنت بعمله مع اصحابي، لو هيشوفوا الفيديو ده هيضحكوا. انا كنت عامل دايت لفتره طويله، وابتدوا هم كل ما نيجي نقعدوا مع بعضينا على القهوه يجيبوا ايس كريم. فمره واحده لقيت نفسي تلقائي بقيت بجيب زيهم كل يوم ايس كريم، والدايت باظ مني لحد ما ابتديت ان انا الحق نفسي. فبس ده مثل يعني بسيط، مش مثل مؤثر في حياتك جامد يعني. لكن انا دايما بقول لك اللي انت لما تكون منقي دايره علاقاتك ودايره صحابك، لان الصاحب ساحب، ده هيأثر عليك كتير في حياتك. فانت لما بتقعد مع ناس بتتكلم في العلم وبتحاول تدور في التفكير المتقدم وبتتكلم في الحاجات الجديدة اللي هي هتفيدنا، ده هيأثر عليك. فنظف دايرة علاقاتك وما تحاولش اللي انت تقعد مع ناس هتقلل من قيمتك او هتقلل من قدراتك الفكرية. يلا سلام.